الراجل بعد ما كان مش منجذب ليكي وشعر في لحظة من اللحظات ان هو استهلكك وان انت ما عندكيش حاجة تقدميها تاني، وهو حفظ كل تفصيلة فيكي، اكتشف ان هو لسه ما اكتشفكيش. ازيكم؟ النهاردة مع سؤال: انا جوزي ما عادش منجذب ليا، هل في امل ان انا ارجعه تاني ولا خلاص انا خسرت الراجل ده؟ طيب انا هقول لك اذا كان في امل ولا لا. بس عايز اقول حاجه، يعني انا مش عايز اللي يتفرج على الفيديو ترجع تقول وانا عليا بايه من ده كله، ما ينجذب ولا ما عادش ينجذب يتحرق بجاز. فالست اللي هي فقدت الثقه في جوزها ومش حابه جوزها واصلا مش طالبه معاها ان تعمل حاجه، فالفيديو ده مش ليها. الفيديو ده للست اللي بتحب جوزها وفعلا باقي على العشره وباقي على البيت ومش عايزه تخرب البيت وحابه تستمتع مع جوزها، وعندها مساحه من الوقت ومن الطاقه ومن المجهود ان هي تعمل حاجه عشان ترجع الراجل ده لحضنها تاني او للعلاقه السليمه من تاني. طيب يا ستي، هنبدا معاكي من مكان انت مش حباه ومن حاجه انت مش عايزه تسمعيها وبنتهرب منها ومش عايزين نتكلم فيها، بس انا هاجي على الجرح وهتكلم فيها وسامحيني، انا والله العظيم على عيني ان انا اتكلم في الموضوع ده، بس انا اخوكي وتحمليني. اهم حاجه في الانجذاب الجنسي بالنسبه للراجل، اهم حاجه هو الجسم والقوام. ما اقصدش انك تكوني فلانه الفلانيه ولا شكيره ولا تكوني بتاع، بس على الاقل ما تكونيش بعيد قوي. يعني الموضوع ده خلينا نتكلم فيه بصراحه. اذا كنت انت نفسك مش مبسوطه من جسمك وتبص على نفسك في المرايه تقول ايه ده حاجه، وساعات بتخافي تبص على نفسك في المرايه عشان ما تزعليش، يعني ما بتحبيش تبص على نفسك في المرايه عشان انت مش مبسوطه من جسمك. فاذا كنت انت مش حابه جسمك بتاعك، ازاي متوقع من جوزك انه يحب جسمك؟ يعني معلش والله انا بتكلم على عيني، بس نتحمل بعض. انا عارف اضرب الست بسكينه ولا انك تقول لها انت كده ولا كده. فهنبدا برنامج بقى مع بعض ان احنا نبدا نخس. هتيجي واحد تقول طب انا جسمي كويس. يا ستي لو جسمك كويس استني، انسي الفقره دي خالص، جري الفيديو وبلاش تسمع انا بتكلم، لان انا عارف ان تقريبا 70% تقريبا من الستات في مجتمعنا العربي بحكم طريقه الاكل اللي مش سليمه وطريقه اللايف ستايل يعني بتاعنا مش ما بيطلعش ده، غير الجينات عندنا كمان مش تمام. فيعني التخن ده اسهل حاجه ان الواحده تكتسب وزن. الواحده ساعات لو بصت للاكل وزنها بيزيد من غير حاجه. فجيناتنا وطريقه حياتنا الاثنين على بعض دايما بيفرزوا لنا الحاجات اللي مش بتعجبنا دي. فسامحوني. من النهارده هتبداي برنامج تظبيط الجسم، ما بين انك تشوفي اكلك، محتاجه تروحي للدكتور او عندك ملاءه ماليه، يعني عندك فلوس ان انت تروحي للدكتور وتشوفي نفسك، اهلا وسهلا. ما عندكيش، النت دلوقتي بقى في كل حاجه، يوتيوب في كل حاجه، ابحثي واعملي لنفسك برنامج للاكل وبرنامج للرياضه. عندك جيم قريب، اهلا وسهلا، تبقى شيء لطيف جدا لما تروح الجيم 3-4 مرات وتظبطي اكلك. بالمناسبه حتى انت لو مالكيش زوج خالص، والله لو انت اصلا سنجل لاي سبب، ارمله او مطلقه او ما اتجوزتيش او كده، انت محتاجه ان انت تحافظي على جسمك، ومحتاجه ان جسمك يبقى رشيق صحيا بعيد عن العلاقات وبعيد عن اي حاجه ليكي نفسك. انت هتستمتعي بنفسك لما تبقي اخف وتبقي ولبسك هيتغير وحياتك هتتغير. فابدأي من النهارده ابحثي، اقفلي الفيديو دلوقتي وبرجعي له بعدين، وابحثي على جوجل دلوقتي او على يوتيوب على برنامج غذائي يناسبك وبرنامج رياضي يناسبك، وابحثي حواليكي لو في جيم قريب ولا حاجه. لو عندك وقت يسمح وعندك فلوس تسمح ان انت تروح لجيم يبقى شيء عظيم جدا. طيب الحاجه اللي بعد كده، انت عارفه جوزك بيفكر فيك ازاي؟ انا عايزك تتخيلي، هل جوزك اما بيجي اسمك او بتتصلي بيه بيشوف اسمك على التليفون او بيسمع صوتك او حد بيكلمه عليكي، ايه اللي بيجي في باله؟ الست الطيبه الهاديه الحلوه دي ولا الست النكديه اللي بيها يعني انت مين في نظره؟ مش في نظرك انت، عشان كل واحده شايفه نفسها انا الملاك البريء ابو قلب طيب قوي. لا، كل واحد شايف نفسه كويس، بس انا بسالك بصراحه، هو شايفك ازاي؟ الست، سامحيني في الكلام اللي هقوله ارجوكي سامحيني، شايفك الست المليانه بتاعت النكد ولا الست السكسي بتاعي؟ فجوزك حطك في انهي زون، في انهي نقطه، في انهي مساحه؟ ربما ان انت عند جوزك الست النكديه اللي طلباتها كتير، العنيده المتكبره اللي ما حدش بيعرف ياخد معاها لا حق ولا باطل، ربما. فاحنا هنبدا بالتوازي. بدانا نروح الجيم من بكره،
وبدأنا من بكرة ما بنعملش مشاكل خالص. البيت ده من غير نكد، زيرو نكد في البيت. حتى هو لما يوحشوا النكد، انا عارف الرجاله دي نكديه، انا عارف ان كده الرجاله دول نكديه وبتوع نكد، انما الستات دولت انا عارفكم والله، ده انتوا بلسه. فهو اذا كان عايز يعمل مشكله وبيصلبط عشان يعمل مشكله، انت طفي النار على طول. هو جاي يزعق يقول لك يا هانم الاكل لسه ما خلص، اي كلام. يا حبيبي انا اسفه والله العظيم غلطانه، دقيقه واحده انت اقعد بس. طب انا اجيب لك حاجه تصبر بيها نفسك، في بطيخ اجيب لك بطيخ، عايز اقطعه مربعات ماشي، عايز اقطعه مثلثات ماشي، بص انا اجيب لك. بص طفي النار كلها، خلي البيت ده عايش في سلام لمده شهرين، شهرين بالظبط. يبقى انت شهرين بتروح الجيم وظبطتي اكلك وبطلنا نكد ومفيش نكد في البيت خالص. تخيلي الراجل ده ممكن يجيله حاجه، يجيله سكته قلبيه، ممكن يجيله حاجه كده من اللي هيحصل. مراته بدات تبقى سكسي وبدا مفيش نكد. الله يكون في عون الراجل ده، الصدمه اللي هتحصل له مش هينه. طيب الخطوه الثالثه بقى اللي الراجل يحبها قوي، انك في العلاقه تبداي تبقي شريكه له. تبداي، انا عارف هو ما بيعملش علاقات اصلا، ما هو احنا قلنا الراجل يعني معلش مراته فمش حاسس ان هو يعني منجذب ليها، فبيعمل العلاقه اصلا كل شهر ولا كل بتاع، وهي منكده عليه عيشته. فدلوقتي بدات الامور تتغير، الست بدات وبدات تبقى طيبه وبريئه ومهذبه وحاجه حلوه. لما نيجي مثلا في العلاقه، عايزك بقى تبداي تطلبي منه حاجات في العلاقه، تقولوا له يا حبيبي انا عايز اجرب الحاجه دي معاك، انا سمعت من صاحبتي ان جوزها بيعمل الحاجه الفلانيه دي معاها وهي انبسطت، فانا عايز اجربها معاك. بصي انا كانسان عايش على الارض دي من زمان وقابلت ناس كتير في حياتي، ما اظنش ان في راجل سخيف ولا رخم ان يقول لك لا. هتيجي واحده تكتب لي في التعليقات او تكتب لي في الخاص ده انا جوزي إيه عمره ما عمل وطلبت منه 50 مره وهو فردة جزمه قديمه، دي حاله خاصه. انا ما اعرفش الحقيقه، انا بتكلم عن الناس الطبيعيه اللي انا بشوفهم في الشارع اللي انا بكلمهم. فما تجيش واحده بقى ده عندها واحد معوق ذهنيا وتيجي تقول لي ده انا طلبت 500 مره من جوزي وجوزي ولا هم وبيقول لي زي عاجبك مش عاجبك. الكائن ده بقى يا تحط له سم، يا تنفصل عنه، يا بصي انا مش عارف. هو ده نصيبك بقى، عايزه تتخلصي منه باي طريقه، بالانفصال بالقتل، بس ما تسيبيش ادله وراكي، ده موضوع تاني. انا بتكلم عن الجماعه الاسويه، ارجوكي والله انا مقدر ظروفك، بس انا بتكلم مع الجماعه الاسويه، ان انت هتقولي لجوزك انا عايزه اجرب الوضع ده معاك، او انك تلمسني في المكان الفلاني بيقولوا طعمه حلو او حاجه حلوه، فانا عايز اجربه معاك. فهو بما انه انسان سوي، مش اخونا التاني اللي هو جوز الست اللي هي لا، هو انسان سوي هيحاول يجرب الحاجه دي معاكي، ويبقى انتوا عملتوا حاجه جديده وانت بدات تتفاعلي معاه. ونبدا بقى نعمل حاجات يعني ايه اوفر، حاجات ما بتحصلش. يعني داخل ينام وانت داخله قبله بتاع نص ساعه ولا حاجه، هو داخل ينام مش على باله حاجه، يفوجئ ان انت نايمه تماما، سامحوني في اللفظ بس ماشي. فتخيل بقى لما الراجل كده يخش تلاقي مراته اللي خست بقى لها 3 شهور دلوقتي لغايه اما جسمها بدا يظهر في حاجات لطيفه ونايمه في السرير. فاي راجل سوي في الحاله ديت هيجي له نوع من الانبهار، وهيعمل ليله لطيفه جدا وهينبسط جدا. او مثلا هو داخل ياخد شاور ومفيش اطفال في البيت ومفيش حد في البيت، تقومي ساحبه نفسك كده وساحبه كل حاجه وشايله كل حاجه من عليكي وداخله وراه الشاور، وتديله شويه اسمها ايه تليفه حلوه كده في ظهره كده، مع شويه احضان وشويه حاجات من اللي انت عارفاها دي بقى، وربما تعملوا حفله حلوه في الحمام ويحصل ضرب نار وتبقى حاجه لطيفه. الحاجات دي بقى اللي بتحرك الحياه الزوجيه. سيبك بقى من مكسوفه وما يصحش ويقول علينا ايه والكلام الفارغ ده كله، خلينا احنا عايزين نعيش حياتنا بقى. وكمان عايزك تطوري نفسك معاه في موضوع اللمس والاحضان والكلام من ده. زي ما بيقولوا ان الراجل كمان عنده جلد، يعني الراجل هم في الانجليزي بيقول لك الراجل كمان عنده جلد يا جماعه، يعني بيحب يتلمس كمان، يعني الراجل ده مش بلاستيك. فبما ان الراجل عنده جلد وبيحب يتلمس فمحتاجين نلمسوه، فانت هتلمسيه كتير في الدخله والطلعه، ما بين حضن، ما بين بوسه، ما بين لمس كده. لو انتوا قاعدين بتتفرجوا على التلفزيون حاولي تلمسيه كتير. اللمس ده علامه جميله جدا ان الست دي بتحبني، وبالتالي هو هيرد لك اللمس ده برضه غالبا.
وطبعا ما ننساش السوشيال ميديا وعمايلها. يعني الراجل ماسك التليفون طول النهار ويشي رساله بتجيله من هنا، او هو ربما بيبعت رساله من هنا، فانت لازم تخش الحرب دي كمان. يعني عايزك متواجده في كل مكان. في الحمام موجوده معايا بياخد شاور، مش تكتمي على نفسه، لا، تكوني موجوده، ليكي وجود. فبرضه ما يمنعش ان هو في الشغل او مع اصحابه تبعتي له رساله حلوه لطيفه: فينك يا عم، وحشتنا، مش علمك انا بقى الحاجات دي بقى، ده انا راجل يعني، انت ست، انت المفروض تعرف انا عايز اقول ايه. بدأت انت تتغيري والراجل بدأ يشوفك بشكل مختلف تماما. وبالتالي محتاجين شويه رتوش بقى، اللي انت بتسمعيهم بقى في يوتيوب من الناس كلها وبتسمعيهم في التلفزيون، ان الواحده تغير من نفسها. دلوقتي التغيير له قيمه، بس ما يبقاش الواحده إيه مش عارف جسمها شكله ايه ومنكده على الراجل وتروح تغير قصه شعرها. يعني هو الراجل يعني انت مسوده عيشته ومقرفاه في حياته، لما تقصي شعرك هينبهر؟ لا، معلش يعني، انت لو قصيتي ودنك مش هياخد باله اصلا ولا هيبص لك. بس طالما انت متغيره كده، متغيره حقيقي، يعني تصرفاتك وسلوكك كله متغير، فنغير بقى الحاجات التافهه دي بقى، اللي هي نقص شعرنا، خلينا نقص شعرنا خالص، خليه كده، اللي هي الحاجات الامريكاني دي بقى، قصه كده جديده خالص. إيه، عايزه تحطي رموش، اهلا وسهلا، شايف الموضوع اوفر، مش مهم. إيه، تغيري لبسك في البيت خالص، اشتري لك طقم يعني 5 6 جداد خالص. يعني يشوف الست فعلا متغيره سلوكا وجسدا ولبسا وكل حاجه. في الحالة دي الراجل بعد ما كان مش منجذب ليكي، وشعر في لحظة من اللحظات ان هو استهلكك، وان انت ما عندكيش حاجة تقدميها تاني، وهو حفظ كل تفصيلة فيكي، اكتشف ان هو لسه ما اكتشفكيش، وان انت لسه عندك الكتير عشان تقدمه له. حتى ان انا بتكلم لو عندك 40 50 سنة، الكلام ده مش للبنت ام 20 سنة، انا بتكلم للست بصفة عامة. بنسبة 100% هتجيني رسالة من أخت هتقول لي أنا عملت أكتر من كده مليون مرة، أنا أصلا قصيت شوية من مش عارف منين وجبت وش تاني، بص عملت اللي محدش ممكن يعمله وجوزها ما اتغيرش. فأنا معرفش، أنا بقولك على الحاجات الطبيعية للناس الطبيعية. كون إن جوزك خلاص فعلا 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 ما بقاش منجذب ليكي تماما، حتى لو اتقلبتي واحدة تانية، ده موضوع تاني بقى، دي تتعاملي معاه بشكل خاص. اذا كان يناسبك تنفصلي اهلا وسهلا، اذا كان يناسبك تكملي على الوضع دوت انت برضو حرة. فانا بقول على الحاجة اللي تنفع مع 50% من الناس، مثلا 50% من الازواج، الناس الطبيعية. كون ان جوزك مختلف، فانا ما عنديش حاجة اقولها لك والله الحقيقة، وانا متعاطف معاكي جدا واسف جدا لظروفك دي. طيب الست اللي نازله تكتب لي في التعليقات: يعني انا طالع عيني من الصبح ما بين فطار وغدا وعشاء وطبيخ وغسيل واولاد وتعليم، وساعات بكون ستات موظفه كمان يعني، وعايزني ده كله بقى اروح اغسله واعمل مش عارف ايه. يا عم ارحمونا بقى، ما تيجي تكهربونا ولا تطفوا سجاير في بطاطنا بقى، انتوا عايزين مننا يا جماعه؟ اقول لك كلامك مظبوط، وانا متعاطف جدا معاكي، وانا مش بقول لك فرغي نفسك بقى عشان تدلعي في الراجل دوت ونفضلوا ندادي فيه، عندنا حاجات تانية برضو مهمه. انا بقول حط الحاجات دي بقى في يومك. يعني كون انك تحافظي على اكلك ده ما يتعارضش مع شغلك طول اليوم، بس شوف انت بتاكلي ايه. انا عارف ان الظروف العيشه غاليه والظروف ما بتسمحش، بس على قد ما تقدري ظبطي اكلك. لو هتروح الجيم 3 مرات في الاسبوع، 4 مرات في الاسبوع، كل يوم ساعه، اظن 3 ساعات، يعني لو ما مسكتيش التليفون او ما اتفرجتيش على مسلسل، ما فيش مشكله. والجيم حلو ولطيف ليكي اصلا، ليكي نفسيا وجسديا. فكره انك تهتمي بالراجل وتلمسيه ولا تحضنيه والكلام ده مش هيعطلك عن حاجه، يعني احنا بنتكلم. او تخش معاه الحمام ياخد شاور، او تعملوا له مساج كل اسبوع مره مثلا، يعني حاجات. لو انت مهتمه هتعملي الحاجات دي وانت مش واخده بالك، لو انت مش مهتمه الحاجات دي هتبقى عبء عليكي. بس افتكري، انا في البدايه قلت للستات، الفيديو ده للستات اللي عايزين يرجعوا زواجهم تاني، يبقوا منجذبين ليهم، او يرجعوا العلاقه تاني زي ما كانت الاول. انما انت لو مش مهتمه وحاسه ان الموضوع عبء عليكي، فكملي انت 100 100 وكملي زي ما انت عايزه تكملي. ده كان كلام مش متحضر، انا بس حبيت ادردش معاكم عشان جالي رسائل ياما من الرجاله بتقول لي انت عمال تقول لنا نعمل ونخلي وسايب الستات، ما قلت لهمش اي حاجه. فانا قلت شويه من اللي على بالي، ولسه في كلام كتير بينا، لسه ما خلصناش الكلام. فده يعني إيه جزء بسيط نبدا فيه ونبدا نعمل برنامج، وان شاء الله طمنونا لو في تطور حصل. ولو الخطه ما نفعتش برضو قولوا لنا عشان ما نقولهاش لحد تاني ونبطل نقولها. وربنا يسعدكم جميعا.